طبعا اللايف مازال ما وصلش. دقيقة هكا ثواني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي في الله وعن الأحرار في كل مكان، تحياتي لكل المدافعين عن الحقوق والحريات في الجزائر وخارج الجزائر، الجزائريين أو بقية الجنسيات، لأن معنا إخوة من جنسيات مختلفة. حياكم الله جميعا. الإضاءة مزعجة، الله غالب، راني في مكان فيه الإضاءة فعلا سيئة للأسف. إن شاء الله يتم إصلاح الأمر مستقبلا. المهم الفكرة مش المهم الإضاءة. إذا نبدأ اللايف. طبعا خوتي كنا رحنا نعيش في حالة فراغ بعد تعليق المسيرات، بعد الاعتقالات، بعد المحاكمات، بعد الأمور اللي مرينا بها كمجتمع أو كأسرة ثورية أو حركية كما حبيتوا تسميوها. هذا الفراغ خلى الأمور السيئة تطفو إلى السطح، القيل والقال والخلافات وغيرها. إذا إحنا ماذا بينا أن إحنا نقضيه على هذا الفراغ، وحسب رأيي هو اجتهاد، يعني أنه أحسن وسيلة للقضاء على هذا الفراغ هو أن إحنا نحاول أن إحنا ندرسوا أين أخطأنا وأين أصبنا، باش الأشياء اللي أصبنا فيها نزيد نطوروها، والأشياء اللي أخطأنا فيها ما نزيدوش نكرروها. وهذا ما يكونش إلا عن طريق دراسة تشريحية للحركة بكل حيادية، بعيدا عن الشخصنة، بعيدا عن الضغائن، وبعيدا عن الحسابات الشخصية الضيقة. هذه الدراسة التشريحية لازم تكون وتنطلق من نقطة وتوصل إلى نقطة. أعتقد أن النقطة اللي لازم تنطلق منها هي الوعي الذي جمعنا كحركيين من أجل صناعة هذا الفعل اللي هو الحركة أو الثورة أو النهضة أو الهبة كما حبيتوا تسميوها، أو الانتفاضة كما يحلو البعض تسميتها. هذا الوعي المشترك اللي خلانا نروح لصناعة هذا الحدث هو نفس الوعي اللي راه مخلينا الآن نبحث عن حلول. فالمنطلق نتاعنا يكون هذا الوعي، والهدف هو هذا الوعي. المرة الأخيرة هدرت على النضال الاستعراضي، ومن بعد إخوة اقترحوا أنه نديروا حاجة تكون ماشي طويلة، يعني مجموعة من الفيديوهات. إن شاء الله هذا أول فيديو، طبعا أنا نديره بدون مونتاج، بدون فريق عمل، بدون مشاركة إخوة. مستقبلا إن شاء الله يكون معنا إخوة أن احنا نذهب إلى تصحيح المفاهيم، مفاهيم المواطنة، مفاهيم النضال السلمي وآلياته، مفاهيمنا احنا كحركيين وكمواطنين وكثوريين وكمناضلين وكمدافعين عن الحقوق وعن الحريات. لازم نصحح مفاهيمنا كأفراد وكمجموعات من أجل الوصول إلى انطلاقة سليمة للوعي الجماعي، سواء تشكل هذا الوعي في هيكل تنظيمي، ولا تشكل هذا الوعي في فعل نضالي، ولا في فعل سياسي. إذا من أجل بناء هذا الوعي قلت بلي راح ندير مجموعة من الفيديوهات راح نسميوها تصحيح حركي بدل التصحيح الثوري، لأنه كاين بزاف ناس ولا تخاف من كلمة ثورة، مع أنه الحقيقة كلمة ثورة ما تخوفش. اللي يخوف هو كيف تقاد هذه الثورة، وأين تصل، وكيفية تعامل أحرارها معها ومع أهدافها. هدرت أو في أول حلقة هذه راح نهدر على كلمة النضال الاستعراضي، وما الفرق بين النضال الاستعراضي والنضال الحقيقي. نبدأ بالنضال الحقيقي. النضال الحقيقي الهدف تاعه هو تحقيق المكاسب، انتزاع حقوق، الوصول إلى نتائج. ومن أجل ذلك ممكن ينتقل من آلية إلى آلية، ممكن ينتقل من الكر إلى الفر، من التصعيد إلى المهادنة، لأن هدفه الحقيقي هو الوصول إلى نتائج، ولأن استثماره الحقيقي هو الفرد، هو المناضل. لذلك راح يحرص على الحفاظ على هذاك الفرد والانتقال إلى مراحل جديدة من الفعل النضالي، ولكن بحكمة ما تخليش هذاك الحراك ولا هذيك الثورة تفرغ من عناصرها. هذا النضال الحقيقي. أما النضال الاستعراضي ففي أنواع.
نبدأ بالنوع الأول، وهنا قبل ما نهضر أنا لا أشخصن، من نهضر لا على فرد ولا على حد ولا على زوج، وإنما أنا أتحدث عن حالة عشناها احنا وعشتها بقية الثورات، والهدف لا هو بكائيات ولا لطميات ولا زرع الإحباط كما بعض الناس راح تقول، وإنما الهدف هو أن احنا ننتقد أنفسنا ونرى عيوبنا. جميعا أخطأنا وجميعا كان عندنا اجتهادات، أصبنا في جزء وأخطأنا في جزء، ما كاش فينا واحد منزه عن الخطأ، لكن الإنسان اللي يشوف روحه فوق النقد فذاك لن يقدم للحراك شيء. إذا نبدأ احنا بشوية مع هذا النضال الاستعراضي، وش هو وكيفاش هو عدو للثورة. النضال الاستعراضي رقم 1 أن يكون فرد ما عندوش حاجة في أو حياة خاصة، ولقى في النضال ضالته، لقى الشهرة أو لقى المال أو لقى الاهتمام، سواء كان هذا الضالة نتاعو هي نفسية، حاجة نفسية أو حاجة مادية. لذلك من أجل البقاء في الصورة تلقى هذا الفرد يقوم بأفعال بهلوانية قد تضر، حتى لو وصلت تضر بالثورة وبالحراك وبالمجموعة راح يقوم بها من أجل يا إما المكسب المادي يا إما الحصول على الاهتمام يا إما مزيد من الشهرة. النوع الثاني من النضال الاستعراضي هو مجموعة سياسية تسترزق من بقاء الحالة الثورية في الصفرية والعدمية، تسترزق ماديا، تسترزق سياسيا، كما شفنا في عدة ثورات. وانا مانيش نهضر هنا على الحالة الجزائرية فقط، وإنما راني نهضر على ما مرت به الثورات عبر العالم. إذا هذه الحالة الثانية من النضال الاستعراضي هو مجموعة مدى بها أن الثورة ما تتحركش وتبقى في الحالة العدمية الصفرية، لأن هي من خلالها راح تحقق مكاسب لها سياسيا عن طريق تكتلات في الخارج، عن طريق الحصول على دعم مادي من منظمة دولية، عن طريق عدة أشياء ومكاسب مادية ومعنوية إعلامية وحقوقية. الحالة الثالثة من النضال الاستعراضي هذه تحركها السلطة، والسلطة مدى بها أنك تقعد في حالة النضال الاستعراضي لأنها راح تستنزفك، راح تفرغك من الشغف المقاومة. علاش؟ لما تلقى روحك تقدم وتضحي وتخرج وأهلك وكل ناسك يقدموا في الآخر ما كاش نتائج، بالعكس كاين قمع، كاين خسائر، انت تتعرض للقمع، انت تعتقل، إخوانك يعتقلوا، أهلك يتعرضوا للمضايقة، والنتيجة غير موجودة. بالعكس تلقى أنك راك تتراجع إلى خطوات للوراء، والقمع راح يزيد، راح يصير لك إحباط. استنزاف الفرد والمجموعة من شغف المقاومة بدفعها إلى الفعل الاستعراضي، هذا النوع الثالث من أنواع النضال الاستعراضي، وهذا النوع كما قلنا يكون مدفوع من السلطة. وكلنا نعرف أن هذه الأنظمة اللي حكمت البلدان هذه لسنين وعقود عندها أكيد خلايا نائمة وسطنا، عندها ناس راهم دخلاء، عندها عملاء، لأنها تمرست في الاختراق. إذا كان حتى الجمعيات الخيرية مخترقة من طرف السلطة، فما بالك بصف ثوري كامل وحراكي. ونروح الآن إلى كيف رأينا هذا أو أثر هذا النوعين من النضال، سواء النضال الحقيقي أو النضال الاستعراضي في الحراك. كاين الناس تحاول تخرج النضال والحراك من حالة الثبات اللي خلاته في العدمية، لأن الهدف الثابت عرضة إلى الاقتناص بسهولة، لأنه راح قاعد قدام القناص، والقناص راه عارف كيفاش يتحرك، كيفاش يدور، كيفاش يمشي، لأنه هدف ثابت. لكن الهدف المتحرك راح يعي القناص باش يوصل يقتنصه. كاين مجموعة تبحث عن نقل الحراك من حالة الركود والحالة العدمية اللي هي نخرجوا نتمشاو في مسار معين، ومن بعد عندنا ساعة تاع الخروج وعندنا ساعة تاع الدخول، عندنا مسار معين نمشيو فيه الحراك، ومن بعد الناس تمشي تروح. ناس حاولت تذهب إلى التصعيد، سواء تصعيد السبت، سواء تصعيد الطلبة، سواء حاولوا حتى يديروا يوم للنساء. ناس كانت تحاول تدير مشاريع تلم الحركيين. كل هذا تم ضربهم يا إما بالتخوين يا إما بالتشكيك يا إما بالخلافات الإيديولوجية، لتبقى أو يبقى الحراك عبارة عن هدف ثابت يسهل اقتناصه. وبالتالي الحراك تاعنا تحول إلى حالة عدمية. الناس كانت نهار الجمعة يلا
ساعة كدا من الجمعة نخرجوا نمشيو نديروا المسيرة، نقولوا شعاراتنا. جات الساعة 3 4 أي خلاص كل واحد يمشي قبل الطريق ديالو ونوليو وخلاص. يوم الثلاثاء الطلبة يخرجوا يديروا المسيرة تاعهم وانتهى. ولكن أنه نذهب إلى شيء يذهب بهذا وينتقل بهذا الحراك من حالة الركود وحالة الثبات اللي خلاته هدف سهل الاقتناص، لأن السلطة كانت تتراقب، كل المحركين كانوا تحت العين، ولا يعرف النظام كيفاش يمشي وشكون راه يحرك، شكون يلم الجماعة في هذا الحي، شكون يلم الجماعة في هذا الحي، وشكون في هذيك المدينة يلم وشكون في هذيك المدينة يلم. وهذا خلاهم عرضة وسهلين للقمة سائغة للنظام كما يقال. لكن لو كان كاين مشروع حقيقي، لو استطعنا أن نحن ننتقل من حالة الركود والعدمية والصفرية إلى حالة تصعيد أو إلى حالة تنظيم أو إلى حالة هيكلة بدل الاستعراض اللي كنا نقدمه كل جمعة، كان ممكن نحقق حاجة. ونزيد نكرر، أنا هنا لا أحمل فرد أو مجموعة المسؤولية، لأن احنا جميعا الشعب الجزائري ككل قام بهذه الحالة بتلقائية. صحيح كانت المخابرات هي اللي سهلت الخروج للشارع ودفعت من أجل تصفية حساباتها مع الجناح اللي كان حاكم وقتها، دفعت بالناس للشارع، وكذلك جناح القائد كذلك من جهته دعم في فترة الحراك. إذا كل الناس أو كل الأجنحة دعمت هذا الحراك، ولكن في الحقيقة أن الشعب كان عنده قابلية، مثل ما عنده قابلية في كل الشعوب هذه اللي تتعرض للقمع، عندها قابلية المطالبة بالحقوق، فقط أنها تبحث عن الفرصة، فالفرصة وفرتها لها الأجنحة. الآن احنا لازم نهضروا على كيفية نقل الوعي الجماعي نتاع الشعب الجزائري أو نخرجوه من تحت الوصاية السلطوية إلى تحرر حقيقي، أنه كي يحب يخرج يكون عارف على راه خارج، ويكون عارف كيف يوصل لهدفه، ويكون عارف أنه يحمي ويحصن نفسه من أي اقتناص، سواء كان بالالتفاف السياسي ولا الالتفاف السلطوي بالقمع. هذه كانت أول حلقة. إن شاء الله في الحلقات القادمة راح نهضروا على مفاهيم أخرى وعلى أخطاء أخرى صارت. في الأول راح نديروا تشريح للحالة الحركية، ثم بعد ذلك ننتقل للحديث عن الحلول. والهدف الأساسي من هذه الحلقات هو أن نحن نصل إلى حل حقيقي، إلى حل وطني، إلى حل يعطي للجزائريين فرصة من أجل بناء وطنهم، وليس الهدف ولا التخريب ولا التحريض، باش الناس ما يقعدوش أو النظام ما يقعدش يتهم الناس باللي راهم يتحرضوا للإرهاب. نحن سلميين وسنظل سلميين، نريد الحديث عن وعي جماعي، عن ممارسة المواطنة بشكل واعي. المفروض لو كاين ناس فعلا يريدون خير الجزائر، هذا النوع من الارتقاء بالمواطن، بوعي المواطن، لازم ندعموه ماشي نحاربوه. حياكم الله جميعا. يبقى أنه هذا اجتهاد، ونتمنى إن شاء الله مستقبلا يكون معايا ضيوف لنتحدث عن مفهوم المواطنة، عن أين أصاب الحراك وأين أخطأ، مفهوم النضال وكيف يمكن أن نطوره، مفهوم المناضل، وما معنى هذه المعركة اللي راح نقوله اللي راح نخوضها. لأنه معركتنا ما هيش معركة فقط تغيير أو إصلاح، معركتنا معركة بناء، والبناء ما يكونش إلا ببناء متمرس، والبناء المتمرس ما يكونش إلا بالتكوين، وإحنا محتاجين جميعا نحن نتكون مع بعضنا. حياكم الله جميعا، وألقاكم في حلقة أخرى.